شفتوا قصة الزوجة اللي لما كان زوجها يزعلها كانت بتعمل ايه؟ شوف كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بيحكي لي حاجة يعني عجيبة شوية. بيقول لي لما بيحصل خلاف بينه وبين مراته بتزعل، تاخد على خاطرها يعني. فبيقول في الوقت ده هي بتزعل، بتاخد جنب يعني، اللي هو خلاص بقى انا زعلانة، بس في نفس الوقت بتعمل ايه؟ بيقول لي مثلا يعني اللاب بتاعه كان بايظ، فتقوم واخده اللاب ومصلحاه وجايبه له شاحن، تدخل المكتبه بتاعته ترتبها، تجيب له النوتة اللي هو بيسجل فيها، تظبط له المكان. فبيقول لي بتحطني في موقف يجبرني على الاعتذار. يقول لي في مره يعني زعلت برضو من موقف، وكان نفسي في اكله كده من زمان كنت قايل لها عليها، لقيت البيت كله ريحته طيبه والاكل يعني حاجه تحفه يعني. بيقول وقعدت وظبطت لي السفره كده واكلت، فما بيبقاش قدامي حل تاني غير ان انا اقعد اراضيها واعتذر لها. شوف ربنا بقى في القرآن يقول لنا ايه: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني لو زوجك زعلك مش لازم تخبطي وترزعي وتقلبي وشك وتاخدي الوش الخشب، ولا تعلي صوتك عليه ولا تهينيه. لا، في وسيلة تانية: استرضائه، ويعني استجلاب الاعتذار منه من غير ما تطلبي. في حاجة اسمها ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي. في واحدة ذكية بتعرف تحتوي جوزها وبتعرف يعني تحل مشكلتها، وفي واحدة بتتسبب في المشاكل، وان المشكلة الصغيرة تكبر والاهل يتدخلوا والناس كلها تسمع بينا. الحياة الزوجية محتاجة ذكاء في التعامل، محتاجة رحمة، محتاجة فطنة. ويعني كذلك الزوج بقى لازم يقدر الحاجات دي ويكون شخص متعاون. ربنا يصلح احوال بيوتنا اجمعين. السلام عليكم. ما شاء الله، كلام يبني ويصلح وينور، محتاجين نسمع زيه كتير في زمن غلب عليه النشوز والجحود وتعالت فيه اصوات اللي بينصح بالخراب، وللاسف بقوا هم اللي في ايديهم الآلة الإعلامية الهدامة. علشان كده نسبة الطلاق زادت، ومحكمة الأسرة بقى عليها زحمة أكتر من فرن العيش. ابعتها لي.